السلام عليكم. أهلا بيكم في قناتي المتواضعة طبخة وشنطة مع هبة. يا رب قناة تكون خفيفة على قلوبكم يا رب. النهاردة هنعمل مع بعض أحلى فول مدمس كهرمان كان زبدة. شوفوا كيس الفول دلوقتي بتجيبوه بكام، ويا ترى بيكفي كام فرد؟ كل حاجة غليت. أنا جايبة كيلو إلا ربع فول وعليهم ربع كيلو فول مدشوش، يبقى كده كيلو كامل بالفول المدشوش. وده 3 معالق عدس اصفر. انا نقع الفول بالفول المدشوش 6 ساعات، وحطيت عليه العدس. وطبعا الفول طول ما هو منقوع بتغيريه يجي 2-3 مرات الميه بتاعته. انا هحط الفول بالعدس بالفول المدشوش في الفوالة بتاعتنا، وهقطع عليها طماطم وفلفل وليمون تقطيع كده عشوائي زي ما انتوا شايفين، صلوا على النبي. واحط له معلقه صغيره بابريكا ومعلقه صغيره كركم، بس كده. وهحط الفواله على عين عاليه قوي، واضيف الميه المغليه بتاعتنا. دي ميه انا مسخناها، هضيفها للفواله واغطي ولغايه اما تغلي كويس قوي. هقوم بعد كده حاطه الشياطه وموطيه النار زي ما انتوا شايفين، عشان الفول يستوي على نار هاديه. انا بغلي اهي ميه، وفي نص السوا ضفت اهو. كل ما الفول يشرب ميته زودوه ميه مغليه. كهرمان زبده. شوفوا الفوليه معانا ما شاء الله، الله اكبر، تحفه. الف هنا وشفا. طريقه بسيطه وسهله وموفره كمان في نفس الوقت، وحاجه نظيفه في قلب بيتك. شوفوا لون الفول اصلا عامل ازاي، تحفه. الليمون اللي كنا حاطينه مخلي لونه طبعا زي ما انتوا عارفين فاتح، ما سودش مننا. يا رب تكون طريقه عجبتكم، مفيش اسهل من كده. واللي ما اشتركش يشترك معانا عشان اللي جاي احلى. وكل سنه وانتوا طيبين، والسلام عليكم.